السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بخير. خلاص انا بكلمكم والفيديو ده تقريبا رمضان بكرة. كل سنة وانتم طيبين. اللهم نوينا صيام رمضان كاملا ايمانا واحتسابا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب. كل حد يتمنى حاجة ينوله له. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا إيمانكم بشهادة أن لا إله إلا الله سيدنا محمدا رسول الله. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا للي معايا، شكرا اللي منوروني، وشكرا اللي هينوروني، شكرا للتعليقات الحلوة، شكرا لحبايبي كلهم. حبايبي وعيلتي وناسي، أول رمضان يجي وأنا معايا عيلة كبيرة وحلوة كده زيكم بقلوب نظيفة. أتمنى عيلتي تكبر أكتر وأكتر. حبايبي النهاردة عاوزة أكلمكم عن شخص ترند الفيوم، اسمه اسلام الفيومي. ايه هو ترند الفيوم وايه هو اسلام الفيومي؟ هقول لكم. اسلام الفيومي ده الناس بتشكك في رجولته. ازاي؟ هقول لكم. اسلام الفيومي دون ولد سنه حوالي 25 26 سنة، رافض الزواج، قاعد مع والده ووالدته وبار بيهم جدا جدا لدرجة ان هو بيخدمهم وبيحبهم قوي قوي قوي. وبيتعامل مع مهنته وبيتشرف في مهنته. وفعلا الانسان اللي هو يقوم ويشتغل بجد وعرق، ولو هو حتى قاعد على الرصيف، ده شيء فعلا مشرف جدا كلنا نفخر بيه. اسلام عبارة عن قاعد على رصيف، يعني على كده فرشة. عندنا مصر بنقول على الرصيف او فرشة. حاطط بطاطس وبصل وطماطم، وبيحب يبيع دايما بالسعر المناسب للناس، وما بيحبش يغلي على الناس، ومعاملته طيبة جدا مع التجار اللي بيتعامل معاهم وبيحبوه. ولعلمكم الاطفال بيحبوه جدا جدا جدا، لدرجة ان هو بيقول انا بجري وراهم يجري ورايا وبلعب معاهم وروحهم فيه. وفي شخص من متلازمة داون بيحبه جدا جدا، والناس كلها بتشهد باخلاقه. بيقول انا ليه هستعر من مهنتي دي؟ انا اتشرف بمهنتي جدا وبتعامل مع الناس. بس الملاحظ وهو ترند ليه؟ مش عشان هو بيشتغل الشغلة دي، بالعكس الشغلة دي فخر وشرف لأي شاب وأي حد، نفخر بيها كلنا. بس ايه هو السبب ان هو ترند؟ السبب ان هو بيتعامل بصيغة أنثى، يعني بيتكلم بيقول ايه، انا واحدة، انا عندي، انا يعني بصيغة أنثى، وانا فخورة بنفسي وانا فخورة. وبيلبس لبس زي الأنثى، وبيتعامل مع الستات وليه ضحكة، يعني زي مثلا بتميل الى ضحكة النساء. فهو ده الموضوع، ان هو ترند، وان جميع القنوات بتيجي وتروح عنده وبتعمل معاه مقابلات، وبتعمل معاه برامج. المهم ان الناس بتحبه جدا، وهو بيقول انا اتجوز ليه؟ انا كده حلو وكويس، بلا هم بلا قرف بلا وجع قلب. فحبايبي هو ده اللي بقول عليه، عشان كده هو ترند، عشان الناس بيتكلم بالصيغه دي. ومعايا الفيديو، تعالوا اتفرجوا عليه. الانسان الجميل ده انا في رايي ان هو راجل ما نشككش بحد من مظهره. احنا بنشوفه ازاي بيتعامل بشرف مع مهنته، وازاي بيتعامل مع ناس بحب وموده ورحمه، وازاي بيتعامل الدين ازاي بحنيه وكويس مع الناس، وازاي هو بيشتغل بشرف. تعالوا اوريكم الفيديو اللي هو فيه اسلام. اتفرجوا على اسلام. ولا عندي عمارة ولا عندي برج ولا عندي فيلا. انا حيلتي يا رب يا رب يا رب، ده انا رقبتي والله والله حاسبني رب العالمين. انا لو ربنا اداني طول عمري مش هستغنى عن اهلي ومنطقتي وناسي. وانتوا انا عايز بروحكم كلها، انتوا اهلي الخير عليا، وانتوا ناسي واهلي. وده وش وش يا خلاص، ده وش الخير عليا ده. ده حبيبي ده، نقعد نهزر ونجري ورا بعض ونضحك مع بعض. هو حد ليه دعوه بيه؟ ده حبيب قلبي انا ده. ده يا حبيبي لما تكون غزلت ورايقه بنهزر مع بعض ونجري ورا بعض ونلعب مع بعض. ده الوش
انا هقول للناس بتحبوني ليه؟ ده انا عندي ده الملائكه ده بتاع ربنا. والله بيقول ان انت بتفعل خير كتير. حاجه دي بتاع رب العالمين، ما اقدرش اقولها ولا اقدر اذكرها. حاجه دي بتاع رب العالمين، عملت ما عملتش ربنا اللي شايف. ما اقدرش اقول حاجه زي دي ابلع على الهوا والناس كلها تشوفها، لا عيب. حاجه دي هتعمليها بينك وبين رب العالمين، ما عملتهاش خلاص ربنا اللي يحاسب كل واحد على حاله. انا بني ادم ما دخلتش مدرسه ولا اتعلمت